نبدأ بسم الله. أول فكرة استخدمت فيها قارورات الماء البلاستيك، هستخدم 2 بس. هاخد منهم الجزء اللي فوق ده وهبتدي أشيل كل البلاستيك اللي حوالين الغطا، وبعد كده قصيت الجزء التاني اللي أخدته من القارورة التانية على شكل وردة كده 8 ريشات. كل ريشة هقصها بدوران من فوق، هننزل 4 ريشات لتحت و4 هنسيبهم لفوق. الجزئين اللي أنا قصيتهم من القارورات هنرشهم سبراي فضي لان فيهم تفاصيل كتير واجزاء كده داخله وطالعه، فالسبراي هيبقى اصلح من الدهان وهيديك نتيجه احلى، غير انه هينشف بسرعه. الجزء التاني برضو هرشه اهو بالشكل ده. النتيجه بتاعه السبراي بتبقى هايله وجميله. ده غطا السبراي برضو هستخدمه في الفكره، رشيته فضي. وهنا استخدمت شريط فتافيت السكر. انا كنت عايزه الشريط يبقى رفيع شويه فقصيته بالطول كده الجزء اللي انا عايزاه كله، وبدات ألزقه حوالين الريشات بتاعة الوردات اللي أنا عملتها بالشكل ده. هنثبتها حوالين كل الأجزاء كلها اللي أنا قصيتها من الإزازة دي. هتبقى الأرجل بتاعة الفكرة اللي أنا هعملها اللي هي لتحت. الجزء التاني اللي هي الريشات اللي فوق هنحط بقى عليها الشريط بس على الناحية العكسية اللي هي الجزء اللي بره ده اهو. ده الشكل. هنا بقى الناحية اللي بره اللي انا هحط عليها الشريط. وهنا كنت خلصت خلاص، لزقته كله. ده الغطا بتاع السبراي اللي انا قلت عليه، هنستخدمه كده حوالين الغطا. هنثبته كويس، احنا رشيناه فضي. على فكرة برضو هثبت حواليه شريط فتافيت السكر، بس الفكرة للأسف دي الجزء ده ما كانش اتصور. هنا حوالين الغطا بتاع الجزء التاني من القارورة هنثبت شريط فتافيت السكر بالشكل ده، او شريط التزيين الفضي. طبعا انتي ممكن تستخدمي اي شريط تزيين فضي انتي متاح عندك. وهنيجي برضو حوالين الحافة بتاعتها من فوق كلها هنحط نفس الشريط. انا بحط الشمع على الشريط، مش بحطه على القارورة نفسها او الازازة، علشان الشمع ما يأثرش على البلاستيك او يسبب له اي اعوجاج. فبحط الشمع بنسبة بسيطة قوي على الشريط وبرجع اثبته، مش بيحصل اي حاجة وبيكون نتيجة جميلة معايا. ودي الاماكن اللي انا ثبت فيها شريط الفضي. بصوا الشكل اصلا رائع. هنبتدي بقى نثبت الجزئين اللي احنا عملناهم دول على بعض. شايفين الشكل حلو ازاي؟ دي بقى شكل ريشة الشجر، رشتها فضي. دي بتتباع كده عند محلات التطريز وادوات الخرز والتطريز والحاجات دي. ثبتهم على الريشات اللي تحت، ادت منظر رائع. وثبت الجزئين على بعض، ودي النتيجة. بصوا بقى النتيجة هايلة هايلة. ديكور فعلا شكله فخم جدا، شكله تحفة، مش باين خالص بأي شكل من الأشكال إن هو بلاستيك. شكله في منتهى الشياكة والرقي. ممكن تستخدميه لوحده كده بونبونيرة، ممكن تستخدمي جواه ورد، ممكن تحطي جواه البلي كبير الإزاز ده أو أشكال الكريستال، بيبقى شكله تحفة فيه. نيجي لتاني فكرة حلوة جدا هنعملها من جيركن الكلور أو أي جيركن يكون الشكل ده كده اسطواني. في جراكن صابون نفس الشكل. اخدت الجزء اللي تحت من تحت اليد بالظبط وبدأت اساوي الحافة بتاعته بالمقص، واستخدمت بقى عليه من فوق شريط الستان ده، اداله منظر تحفة. شريط الستان ده في منه الوان جميلة جدا وبيدي نتيجة هايلة في شغل الهاند ميد، بيبقى حلو قوي قوي. هنا ثبته على الحافة بالظبط وبدأت ألزق الأطراف على بعض علشان الشريط ما ينسلش معايا. واستخدمت جزئين صغيرين خالص من خيط الخيش علشان أعملهم يد، هيبقوا هما الجزئين مقاس واحد. وبعد كده أخدت جزئين أو لكل يد هناخد جزئين كده من شريط الخيش علشان أثبت اليد كويس. احنا عايزين الفكرة تبقى شكلها شيك وجميلة بس عملية برضو، تبقى الحاجة متينة معايا، مش مجرد ان انا امسك الايد فتتقطع معايا، لأ هتبقى متينة قوي. وبصوا اصلا اداها منظر حلو قوي زي الحاجات الجاهزة بالظبط، ويمكن احلى كمان. ثبتنا كده اليد واديتها منظر تحفة. نفس شريط الستان بقى هنثبته كده تحت شوية
نفس الطريقة اللي احنا ثبتناه بيها هنحط الطرفين على بعض، وبعد كده بقى نستخدم خيط الخيش علشان ندخل برضو خيط الخيش فيه كده من تحت يرد مع اليد بتاعته، يبقى يعني الفكرة كلها فيها خيش وفيها شريط الستان. هحطه حوالين الشريط اللي انا حطيته من تحت على الحافة بتاعته من فوق ومن تحت، وبس كده، مش هنستخدم تاني شريط الخيش. هنا بقى كنت عملت فيونكة بسيطة خالص من شريط الستان الابيض، ولزقتها كده وحطيت جواها فص لولي، شكلها رقيق جدا جدا، شكلها تحفة قوي، اديته فعلا اضافة حلوة. وبصوا بقى الفكرة على قد بساطتها، بصوا الشياكة والجمال، منظم تحفة تحفة. ده بقى تستخدميه في المطبخ، هتستخدميه على ركنة، هتستخدميه في أوضة الأولاد، هتستخدميه في على التسريحة، ينفع في كل الحالات. ممكن تحطيه كده على ركنة جنب التي في، تحطي فيه ريموتات، مقصات، اي حاجات عايزة تنظميها، بس الشكل هايل جدا ومساحته حلوة قوي، مساحته حلوة جدا، هياخد معاكي حاجات كتير، والشكل اصلا رائع جدا، هيضيف معاكي لمسة حلوة في بيتك. يلا بينا على الفكرة اللي بعدها، فكرة في منتهى الجمال برضو، هنعملها من ازازة زيت الطعام. اخدت الجزء ده من الازازة اللي تحت، اللي هو الجزء اللي تحت كله، طبعا شلت الاستيكر الاول، الازازة مغسولة ومتنشفة كويس جدا. هنمشي بالراحة بالقطر علشان يطلع الجزء معايا مظبوط اهو، طلع زي الفل معايا اهو. هناخد بقى من الازازة من فوق الجزء ده اللي هو شبه القمع، هنمشي برضو بالراحة خالص بالقطر، علشان القطر ممكن يخونك ويعوج معاكي البلاستيك وتبقي خسرتي الازازة كلها. لا، هنشتغل بالراحة علشان الشغل معايا يطلع مظبوط والنتيجة تطلع زي ما انا عايزة. اخدنا الجزء ده كده، طبعا لو في اي احرف معاكي مش مظبوطة هنسويها بالمقص. وهنا كنت بشيل البلاستيك اللي حوالين الغطا، دول الجزئين اللي انا عايزاهم اهو. هنساوي الاحرف بالمقص كلها، اي جزء طلع مش مظبوط معايا دول الجزئين اللي انا عايزاهم. استخدمت الدهان الذهبي، لو السبراي هيبقى تحفة معاكي برضو لان التفاصيل كتير، بس انا ما كانش عندي سبراي ذهبي، كان عندي فضي بس. استخدمت الدهان ده سريع برضو وبينشف بسرعة جدا، والحمد لله اداني نتيجة حلوة برضو. وهستخدم قلم الماركر، القلم ده بيتباع في مكاتب الادوات المدرسية عادي. هنستخدم القلم الماركر اللي هو مش بيتمسح، مش قلم السبورة، لا، القلم اللي مش بيتمسح. وبدأت ابين التفاصيل كلها، الرسومات اللي في الازازة، وارسم عليها قلوب وورود، يعني رسومات بسيطة جدا اي حد هيعرف يرسم وردة وقلب. واستخدمت الشريط ده شريط سلسلة كده لونه ذهبي، لقيته هيليق مع اللون قوي، استخدمته، عملت بيه يد من فوق حوالين بق الازازة، واستخدمته حوالين الحافة دي، اداني منظر حلو قوي. بصوا اصلا قلم الماركر غير من معالم الدنيا خالص، خلى الشكل تحفة، اداها شكل الحاجات النحاسي والمشغولات النحاس بتاعت خان الخليلي. وده الجزء التاني عملته بالشكل ده. بصوا بقى، بصوا النتيجة خطيرة خطيرة بمعنى الكلمة، حقيقي التصوير ظلمها والله، في الحقيقة هايلة، شكلها من اللي يشوفها من اول وهلة حتى لو ركز فيها هيفتكرها ان هي حاجة نحاس. انا حابة يعني شكلها كده من غير اي حاجة خالص، هي لوحدها تحفة. حبيتي تحطي فيها كاندي او بونبوني او تستخدميها كبونبونيرة، هي تحفة واستخداماتها كتير ومساحتها حلوة جدا من جوه. والشكل زي ما انتوا شايفين اهو، نسينا خالص اصلا ان هي بلاستيك او انها كانت ازازة. الفكرة دي بقى بجد هايلة، لقيت فكرة حلوة جدا. هنستغل بيها اطباق الوجبات الجاهزة، انا عاملة منه كذا فكرة في الشورتس دي، من الافكار الحلوة قوي برضو اللي حبيتها ولقيتها نتيجة فعلا عملية ونفعتني جدا. استخدمت عليه قطعة من القماش كده، ثبتها على القاعدة بتاعته من جوه، يعني حطيت نسبة شمع على القاعدة كلها علشان القماشة تمسك فيها كويس. وبعد كده شديت كل الزيادات بتاعة القماشة على القاعدة من بره،
برضو حطيت نسبة شمع حلوة علشان تثبت معايا والقماش يمسك فيه كويس. هنا بقى كنت استخدمت قطعة الكرتون على قد القاعدة اللي من بره، غلفتها بالقماش وهثبتها على القاعدة بالشكل ده. ثبتت معايا كل القماش وادتني منظر حلو جدا وفينش حلو قوي، واديته متانة من تحت قوي، يعني ادت للقاعدة عندي متانة. وهنا بقى استخدمت له اطار من خيط الخيش، خيط الكليم سوري، عملته ضفيرة وثبته على الحافة كلها وعملت منه فيه يد بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وهنا كنت استخدمت 4 خرزات فصوص كده، فصوص من الكبيرة اللي هو بيبقى نص فص، استخدمته على القاعدة من بره علشان يبقى يدي ارتفاع من القاعدة كده عن الارض، واداله منظر حلو جدا. بصوا بقى النتيجة وحلاوتها، يعني من اجمل الافكار اللي فعلا استفدت بيها من الاطباق دي. استخدميه برضو كمنظم معاكي. كمان ممكن تحطيه في درج من الادراج، ممكن تحطيه بالشكل ده تنظمي فيه اي ادوات او اي حاجة خاصة بيكي، هو تحفة وشكله هايل جدا. الفكرة اللي بعدها استخدمت ازازة الشاور. ازازة الشاور دي يعني من الحاجات برضو اللي مش بنلاقي لها استخدامات كتير. الفكرة دي فعلا هايلة. قسمتها من تحت كده الجزء بتاع القاعدة، وقصيت الجزء اللي فوق بالشكل ده. ممكن ترسمي الرسمة وبعد كده تقص عليها. ده القاعدة بتاعتها. انا حطيت حواليها كده من الولاعة علشان يدي الحرف مرونة ويبقى متين برضو معايا، بيديها متانة. وهنا بقى استخدمت مسدس الشمع، عملت اشكال عشوائية كتير، مليت كل المساحة بالشكل ده. النتيجة في الاخر فعلا خطيرة. خليكي معايا وشوفي النتيجة بجد حلوة قوي. ثبتها على القاعدة، مسكتها يعني 5 دقايق كده لحد ما ثبتت معايا ونشفت، الشمع نشف. وهنا استخدمت اسطوانة. لو مش عندك اسطوانة عادي جدا تستخدمي قاعدة من الكرتون، بس تعملي كام طبقة على بعض عشان تبقى متينة معاكي، ورشتهم سبراي، وادي النتيجة الخطيرة معايا.